دلوقتي احنا بقينا في زمن المكملات الغذائيه. لو حد بيلعب رياضه، لو حد عنده نقص مثلا في حاجه، بنستسهل جامد جدا وبناخد المكملات الغذائيه. لان احنا بنكون عايزين نتيجه اسرع، وساعات بتكون المكملات الغذائيه مش احسن حل. وفي كمان ناس ما تقدرش ان هي تجيب مكملات غذائيه. ففي فيديو النهارده هقول لكم ايه هو بديل المكملات الغذائيه من الاطعمه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، وهتساعدكم وان شاء الله هتحسن المناعه بتاعتكم، هتحسن اي نقص عندكم. فان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم. عندنا اول حاجه نقص فيتامين كي. فيتامين كي اللي ما يعرفش هو مفيد جدا للتجلط، تجلط الجلد. يعني مثلا لو انت اتعورتي وعندك مشكله في التجلط، ان انت جسمك او ايدك جلدك مش بتجلط بسهوله وبياخد وقت كتير جدا، يبقى انت عندك نقص في فيتامين كي. طب احنا هنعمل ايه؟ عندنا اوراق الكيل. اوراق الكيل دي هي غنيه جدا بفيتامين كي. ممكن عايز نجيبها من اي خضري او من عند اي سوبر ماركت، بس يكون كبير شويه. بنستخدمها مكان او يعني مكان او بديل للخس. يعني بنحطها في السلطه زيها زي الخس، بس هي اغلى شويه. فاوراق الكيل فيها فيتامين كي، وزي ما قلنا ان هو بيساعد على تجلط الدم، وفي كمان كالسيوم، فهو مفيد جدا كمان بالذات لكبار السن. فاوراق الكيل ده لنقص فيتامين كي. بعد كده عندنا السويد. السيويد ده من طحالب البحر، ممكن نجيبه من عند حد بتاع اسماك او من برضه سوبر ماركت كبير. ده بيكون فيه السيلينيوم، لا سوري، السيويد فيه اليود. اليود ده مفيد جدا للغدة الدرقية. يعني اي حد بيكون عنده تعب في الغدة الدرقية بيكون عنده نقص يود، فاليود مهم جدا. طب مين ياخده؟ الناس اللي مش بتاكل ملح. يعني لو انتي مثلا عندك الضغط وممنوعة من الملح، يبقى احنا هنا هنعتمد على السيويد عشان هو فيه اليود، وهو احنا اصلا يعتبر الملح عندنا مدعم باليود. فده بيكون عند نقص اليود عشان خاطر الغدة الدرقية. بعد كده عندنا استنوا قبل ما اكمل. السويد ده المرأة الحامل لو عندك نقص يود هتاخدي اقل من كوب، والشخص الطبيعي بياخد كوب واحد في اليوم منه. احنا بنغليه وبنشرب المية بتاعته وممكن كمان ناكله. فاللهم صل على سيدنا محمد. فاحنا بناخد كوب كبني ادمين طبيعيين، انما الحامل اقل عشان خاطر هيديك يود كتير، وانت مش محتاجه كل ده كل يوم. ده بالنسبه لنقص اليود. عندنا بعد كده الحديد. اي حد دايما بقولها والله مليانه في الفيديوهات عندي، اي حد عنده نقص حديد بياكل كبده. الكبده غنيه جدا جدا بالحديد، او اللحوم الحمراء، بس اغنى حاجه الكبده. كبده الخروف او الكبده اللي هي الكبده الاسكندراني، الاتنين فيهم نفس نسبه كميه الحديد. احنا بناكل كبده او بنعصر عليها ليمون عشان خاطر نمتص كويس الكبده اللي احنا بناكلها او الحديد اللي فيها. ولكن لو انت حامل ما تاكليش كبده، الكبده للحامل مش كويسه. بناكل اللحوم الحمراء بنستبدلها، ومش بنشرب كافيين بعد ما ناكل وجبه فيها كبده فيها حديد، لان بيعوق امتصاص الحديد. فالحديد ده انا اتكلمت عنه كتير، بس الكبده فيها حديد وفيها فوليت وفيها بي 6 كمان، فهي مفيده جدا. فيها كمان كالسيوم من 600 ل 700 مللي جرام موجود في الكبده مع بي 12. فالكبده الصراحه هي حاجه غنيه جدا. فاي حد عنده نقص في الحديد او انيميا حديد يتفضل ياكل كبده. بعد كده عندنا الجوز البرازيلي. الجوز البرازيلي ده فيه السيلينيوم. السيلينيوم بقى ده لما انتوا تلاقوا بني ادمين عندها بيجيلها برد كتير، تحسوا ان المناعه بتاعتها قليله، الناس دي عندها نقص في السيلينيوم. فالناس عندها نقص في السيلينيوم هتتجه للجوز البرازيلي. الجوز البرازيلي ده هو فيه سيلينيوم، وكمان بيبقى مفيد للغدة الدرقية برضو، فهو مفيد. بعد كده عندنا البي 12. البي 12 ده في الاسماك اللي فيها قشور. يعني السمك اللي ليه قشر ده بيبقى فيه البي 12، والبي 12 مهم جدا جدا. يعني حرفيا لو قعدت اقول لكم اهميه بي 12 انا عايزه فيديو، لو انتوا حابين ممكن اعمل لكم فيديو عن البي 12 ونقصه بيعمل ايه كل ده. بس المهم ان الاسماك اللي فيها قشور بتحتوي على نسبه عاليه جدا من فيتامين بي 12.
بعد كده نقص فيتامين دي. فيتامين دي ده والكالسيوم مهمين جدا 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 للعظام. يعني اي حد عنده هشاشة عظام لو صغير او عنده كساح وهو كبير بيكون السبب هو نقص فيتامين دي. ففيتامين دي عشان خاطر نحصل عليه بيكون من السردين. اشمعنى السردين؟ لان السردين بيكون صعب ان احنا نطلع الشوك بتاعه وبناكل الشوك معاه، فاحنا بناكل الشوك بناكل عظمه، فاحنا هنا بناخد يعني ده بيكون اقوى واحسن مصدر لفيتامين دي والكالسيوم الاتنين مع بعض. وفي كمان طبعا اوميجا 3 لان هو سمك، الاوميجا 3 للمخ مفيده جدا، والكالسيوم وفيتامين دي، فده بالنسبه للسردين. بعد كده لو احنا عندنا نقص بفيتامين سي، فيتامين سي الناس بيكون عندها نقص فيتامين سي وفيتامين بي بيكون السبب ان هما بياكلوا الاكل مطبوخ كتير. بمعنى ايه؟ الفيتامينين دول يعني فيتامين بي المركب المجموعه بتاعته كامله مع فيتامين سي بيكونوا حساسين للحراره، يعني لما بنعمل الاكل للاسف الشديد بنفقدهم، فعشان تحصلوا على فيتامين بي وفيتامين سي لازم تاكلوا المصدر بتاعهم من غير ما يتعمل. فاهمين؟ فلذلك عشان نحصل على فيتامين سي بناكل الفلفل اللي هو الكوبي او الرومي الاصفر، ده بيحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سي. ولو عايزين مصدر الفيتامين كي غير اوراق الكيل دي هناخد الفلفل الرومي او الكوبي الاخضر، برضو فيه كمية هايلة من فيتامين كي. بس دي كانت بدائل المكملات الغذائيه اللي احنا هنحتاجها واللي احنا لو مشينا عليها باستمرار، يعني مثلا لو عندنا حديد وحاولنا ان احنا ناكل كبده كتير وناخد الليمون معاها او اي عصير ليمون برتقال حمضيات يعني، ونبطل كافيين بالذات بعد الوجبه، صدقوني 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 لو عندكم مناعه نقص حديد هتعالج كويس جدا. وهكذا بقيت كل حاجه نحاول ان احنا حتى لو ما عندناش ناكل الحاجات دي عشان خاطر ما يكونش عندنا اي نقص في جسمنا. التغذيه مهمه جدا 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 لينا. وبس ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش ان تشتركوا في القناه. يس افتكرت دلوقتي انا بقول، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.